ويتساءل مع الكثيرين. والله إني أؤنب نفسي وأشعر بتأنيب ضمير وأنا أسمع هذه الكلمات. يا شيخ أنا علاقة مع شاب، أو فتاة تقول أنا علاقة مع فتاة، أو شاب يقول أنا علاقة مع فتاة أو مع شاب آخر، وسمعت هذه الكلمات وسمعت هذه القصة وسمعت تلك المأساة، وأنا اليوم ودي أتخلص من هذه المحبة. أتمنى أن ترشدني إلى العلاج. يا أحبة، نبقى في هذه الوقفة مع علاج إلى الصادقين، إلى من يريدون أن ينقون هذه القلوب. سأعطيكم علاج هذه المحبة. اليوم تسمع كلمات، ويا شيخ على علاقة مع فتاة أو مع شاب 6 سنتين أو 3 سنوات، واليوم تقول تعال اذبح هذه المحبة وانتهينا وخلصنا. طيب وكل هذه الأحاسيس والمشاعر وكل هذه الرسائل والاتصالات وكل هذه اللقاءات اللي كانت في السنوات الماضية، يعني بهذه السهولة نتركها خلاص؟ أنا أعطيك العلاج وأنا أرشدكم إلى العلاج. كلكم أمهاتكم على قيد الحياة، أليس كذلك؟ لو فارقت أمك الدنيا اليوم، لو فارقت أمك الدنيا اليوم، كيف الحزن في قلبك؟ كيف الحزن في قلبك؟ أما يعتصر قلبك؟ أما تعيش هم وألم وكمد؟ إذا ذهبت إلى دولابك وأمك في عزاها، هل تبحث عن أجمل الغتر، أجمل الثياب؟ أم الموضوع أكبر من كل هذا؟ تجيك تلبس الرديء من ثيابك ولا تلتفت إلى الدنيا ولا تلذ بمطعوم، لأن الموضوع أكبر من هذا كله. طيب يا أحبة، الله عز وجل من رحمته بنا خلق كل شيء صغير ويكبر يكبر يكبر حتى يبلغ أشده، إلا شيء واحد خلقه الله كالجبال، ثم يصغر 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 حتى يزول ويتلاشى. لو ماتت أمك اليوم ستحزن وسيكون الحزن في قلبك كالجبال، لكن بعد أسبوع نفس الحزن، نفس الحزن يا أحبة؟ لا يقل، يقل، صح ولا لا؟ بعد شهر أنا أدري ومتأكد لما تموت أمك اليوم، بكرة بيجيك الشيطان ويقول لك تذكر أمك لما رحت السوق، لما سافرتوا، لما طلعتوا، لما جيتوا، تذكر الحج والعمرة، تذكر اتصالها. يبدأ الشيطان يذكرك مواقف أمك، لكن بعد شهر ذهب الحزن، زالت تلك الدموع، وأصبحت تعيش حياتك الطبيعية، أصبحت تبحث عن الجديد وتخالط الناس وتمشي معهم، لأن هذه حكمة الله عز وجل ورحمته بنا. أنا أقول لك أنا متأكد أن اللي على علاقة مع شاب، فتاة على علاقة مع شاب سنوات، ثم تيجي اليوم بسكين التوبة والإنابة والرجوع إلى الله، أدري في تبعات، في تبعات، في حزن، في هم، في ضيق. يبدأ الشيطان يذكرك رسائله، اتصالاته، لقاءاته. أمك لما ماتت صبرت وبعد أسبوع انتصرت. وأنا أقول لك أنت لما تقطعين العلاقة اليوم، لما تقررين قطع هذه العلاقة، في تبعات. بكرة بيجي الشيطان يذكرك بالرسائل، يذكرك بالكلمات، يذكرك بالوعود، يذكرك بأشياء كانت موجودة. أقول اصبري، والله أسبوع أسبوعين والله ستذهب هذه كلها أدراج الرياح، وستتحررين من هذه القيود، وستتحرر من هذه القيود، وستعيش حياة هنية رضية طيبة مباركة. هذا العلاج الأول، ووالله أنه مقنع لمن يريد العلاج. خذوا العلاج الثاني. يقول الله عز وجل في القرآن: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يتكلم ابن القيم عن علاج القرآن كلام عجيب عظيم. يقول أعظم علاج القرآن أنه علاج للقلوب. ويا أحب الحب والتعلق وين مكانه؟ في القلب، في القلب. أنا أريد أن تفتح القرآن يا من عندك علاقات وتريد اليوم بإذن الله أن تنهي هذه العلاقات وهذا الحب، أن تفتح القرآن وتقرأ القرآن بنية شفاء قلبك من هذا التعلق، من هذا المرض الذي توغل إلى قلبك، والله ستنتصر. أنا أخبرت أحد الشباب بهذا العلاج، وكان العلاقة مع فتاة 6 سنوات، يتصل بي بعد 4 أيام يقول لي: والله يا شيخ قرأت القرآن بنية شفاء قلبي 4 أيام فقط، والله أنها أبغض شيء إلى قلبي، أنها أبغض شيء إلى قلبي. هذه أسرار القرآن يا أحبة، هذه أسرار القرآن. أحيلكم على آية 165 في سورة البقرة، اقرأوها كثيرا واحفظوها جيدا، فما أشد حاجتنا إلى هذه الآية.
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. كرروها: والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا العلاج الثاني. العلاج الثالث وهو في متناول كل واحد منا: إذا سجدت بين يدي الله في مكان لا يراك إلا الله وتحرى أوقات الإجابة، اسجد بين يدي الله وقل: يا الله يا الله يا الله نقي قلبي من هذه المحبة، يا الله نقي قلبي من هذا العشق والغرام والهيام، يا الله اجعل قلبي ينبض بحبك. ووالله وبالله وتالله ستجد أثرها في حياتك بإذن الله عز وجل. من اليوم وأنا أختم هذا اللقاء أتمنى لكل من يسمعني وانهزم لهذه علاقة إنه من اليوم يتخذ قرارا شجاعا. أتلف تلك الشريحة وذاك الرقم وتلك العلاقة من اليوم. اذبحوا هذه المحبة بسكين التوبة والإنابة والرجوع إلى الله، لأنها حياة دنيا تمضي مسرعة. والله غفلنا عن أشياء تنتظرنا مستقبلا. ينتظرنا الموت وسكرته وشدته ونزعه، ينتظرنا القبر وظلمته وضغطته ووحشته والسؤال فيه، ينتظرنا الوقوف بين يدي الله عز وجل، ثم سيسألنا سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون. عن ايش سيسألنا الله عز وجل؟ ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل عن سمعك، أي شيء يسمع، عن بصرك، أي شيء يشاهد وينظر، عن قلبك، من الذي فيه؟ حب الله أم حب فلان وفلانة من الناس؟ فماذا أعددنا لذاك اليوم؟ ماذا أعددنا للقاء الله عز وجل؟ أنا على يقين أن داخل كل من يسمعني إرادة وقوة وخير عظيم. بهذه الإرادة والقوة والخير العظيم نستطيع أن نتغلب على شهوات لطالما انهزمنا لها، نستطيع أن نتغلب على علاقات لطالما جعلتنا في ضيق وفي هم وفي غم لا يعلمها إلا فاطر السماوات والأرض. أنا على يقين أن داخل كل واحد منا حب الله عز وجل، وحب الله في قلبه عظيم. أما آن الأوان أن يتغلب حب الله عز وجل في قلوبنا على حب سواه سبحانه وتعالى، وأن ننقي هذه القلوب ونجعلها مع الله سبحانه وتعالى. أسأله سبحانه وتعالى في ختام هذا الموضوع الذي أسأل الله جلة قدرته أن يجعل لهذه الكلمات ولما سمعتم أثرا في قلوبنا جميعا، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا، وأن يبشرنا بإذن الله عز وجل بتوبة الشباب والفتيات الذين سمعوا هذه العبارات وهذه القصص والأخبار. أسأل الله جلة قدرة أن يجعل قلوبنا معلقة به سبحانه وتعالى. صلى الله وسلم على نبينا. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ارفع بشبابنا راية الإسلام، راية الإسلام، وانقلهم من الضلالة إلى الهدى، ومن ضيق الذنوب إلى سعة التوبة. اللهم ارأف بحالهم، اللهم ارأف بحالهم، اللهم ارأف بحال شباب المسلمين، وجنبهم الغفلة والهوى وتقليد الكافرين. إلهنا ما علمنا عنهم إلا أنهم يحبونك ويحبون رسولك صلى الله عليه وسلم. إلهنا من وقف منهم في هذه الليلة تائبا تائبا، من وقف منهم في هذه الليلة تائبا منكسرا معترفا، اللهم اقبل توبته، اللهم اقبل توبته، اللهم اقبل توبته، وأكرم وفادته، وأكرم وفادته، واغفر لنا وله، وثبتنا وإياه على الحق حتى نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا وأبناء المسلمين، اللهم إنا نستودعك إياهم يا من لا تضيع عندك
من أرادنا وأبناءنا وبناتنا وأبناء المسلمين بكيد أو شر أو فتنة اللهم ضيق عليه كل طريق اللهم أقفل عليه كل باب اللهم سد عليه كل منفذ اللهم اكفنا شره بما شئت اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين اللهم صل على حبيبنا محمد ما ذكره الذاكرون وصل على حبيبنا محمد ما غفل عنه الغافلون وسلم تسليما كثيرا.